هو محمد بن سلمان اللي هيحل الموضوع، لانه طلع من كم يوم وقال انه الطفل مش مفروض يقرا القران لانه نفسيته بتصير فيها خوف وارهاب، لانه هو نفسه عانى من هو صغير زي ما انا عانيت من وانا صغيره من هذا الكتاب اللي كله كان مجرد، اقسم بالله، فيلم رعب بالنسبه لإلي. ما كنتش احس في روحانيات لما كنت اقرا، كنت احس اني طفله خايفه ببكي، لانه كنت خايفه انه ربنا يقعد يشويني. كل شيء قتل، كل شيء ذبح، كل شيء، كل الناس خنازير الا احنا، كلهم اولاد كلب الا احنا، كلهم كفره الا احنا. يحلوا عنا عاد؟ كلنا اولاد رب. بكفي عنصريه، كرهتونا في المسيحيه وكرهتونا في اليهود وكرهتونا في عبده البقر وكرهتوا، وانتوا الله نفسه بيكرهكم، انتوا الله بيكرهكم، انتوا الله من فوق بيكرهكم، والا ما كان صار فيكم هيك بلادكم كلها فقر وجوع ونهب وقتل، لانه انتوا مش سليمين ولا سويين من جوا، لانه محللين قتل المسيحي واليهودي، ومحللين سرقه المسيحي واليهودي، ومنشين المسيحي واليهودي، ومكفرين المسيحي واليهودي. عمره ربنا ما راح يطلع لكم، وراح تضلكم في مأساة وضنك العمر كله، لانكم مش عادلين، لانكم قبلتوا كلام بيحرض على قتل بس لمجرد انه انقال من رسول الله اعلم هو ايش كان. انا بعمري ما راح اوصل لهذه الطريقه انه انا اقتل اصحابي او اي حدا لمجرد انه مش مسلم. لو انا بدي ارضي